يا ابويا لك شوف المزز. شوف هذول ثلاثة، السمينة إلك، وهاي إلي، والثالثة أعتقد مرتبطة. قسمتها؟ بالضبط. أهلا وسهلا بكم حبايب بالموسم الثاني من برنامج حشيش محل. وقبل ما ابدا الحلقه احب اشكر كل اللي سووا لنا سبسكرايب هنا، ما ادري هناك، المهم سووا لنا شير للفيديوهات، كل اللي سووا لنا لايكات، اهم شيء احب اشكر هذول اللي سووا لنا ديسلايكات، شكرا لكم. اذا كنت من المسكمين للبنات فانصحك لا تشوف الحلقه لان راح تنسحل سحل الله وكيله. التسطيم هو مصطلح عراقي ويعني التحرش بالبنات او الترقيم. اليوم راح اشرح المتحرشين تشريحا فظيعا، قلبا وقالبا بطنا وظاهرا. تعريف من هو المسكم؟ هو الشخص اللي يوقف بركن اعدادية البنات او حتى بالروضة ما عنده مانع، المهم يسكم بنية. شايل لك كيس حاب ابو ربع دينار ويعلش لك بوبي وطاق لك الجقارة السومر، دايح صايع لا شغل ولا عمل، وقته مليء بالفراغ السخيف، يعتقد نفسه هو جاك ابو سميرة. المهم عنده مصطلحات خاصة بالسخفاء والتافهين امثاله، مثال شنو هالنعجة يا حجة، شنو هالتينة يا حلو، شنو هالوزة يا مزة. يا اخي حتى الحيوانات دخلوها بالغزل، شنو هالتخلف، انقرضوا عاد. هاي مو تسطيمة ابد، انت فاهم التسطيم غلط. تريد اعلمك اليوم اجلدك جلد. خفوا علينا، تتغزلون بالبنات باسماء حيوانات، يعني الحيوان وين، البنية وين، انت وين. البنية من راح تسمع هالكلمات من عندك ما راح تصير حامل، راح تروح تسوي رجيم لان انت كبرت من حجم التينة يا تينة. اقدم تسطيمة على وجه الارض امي تريد جنة تكسر ماعين. هي اوقف يا سخيف، انت كون الزمك من شعرك اللي تارسه دهن مال حصه وجايب جل، هذا اللي يسوي شعر حجاره وطابر لك حواجبك على اساس انت ليلى مراد او توم كروز، واظل اضرب بيك كلات واجرك من شعر خشمك الى ان تنقرض. وسخ يا وسخ انت يا سخيف. اي انت اليخاندرو يا رومانسي، انت تعال شوي تعال، انا دا اهينك شبيك. اي دا اهينك لان انت انسان تتقبل الإهانة بكل رحابة صدر. تقبل الإهانة وانت ساكت او سد الفيديو لان الإهانة مستمرة. لو تسطيم اللخ اذوب واشرب طن حبوب. يا مصنع ادوية سامراء انت طن، قول حبايتين شريط مو طن. ليش يا جاك ابو سميرة مو تموت هالنوبة واحنا محتاجيك بشغلات ثانية؟ لو مثلا هالغمزة يغمز لك بتك صفوح شلون ما ادري، عباك جاي تكاثر شو النعجة يا حجة ويطيها. البنية من راح تسمعك راح رأسا يصير بيها احباط مزمن تصاحبه تجلطات بالسكري المعوي. خف علينا وخف على البنات اللي حطمت قلوبهم، وخف على الركن او على الحائط اللي 24 ساعة متكي عليه. اكو قصة حقيقية، فد يوم اكو واحد واقف بالركن طاق لك على البوبي دي يوخر ريحة الجقاير طبعا، وشايل لك تسحب شمسي ويكرز بيه على كيفه، يجي يسوي لك سلو موشن، يجي يكرز ياخذ لك الحباية على اساس هو اللوتي مال المنطقة، هو الحبيب مال البنات كلهم، زير النساء هو، قصي حاتم على اساس. تحارش بوحدة لابسة عباية، لا تسلم منه لا كبيرة ولا صغيرة، المهم انثى ان كانت حيوانا او بشرا. ان شاء الله لو انثى الزنبور هم يتحارش بيها، لو صخلة فاتت من قدامه همين يشمر لها الرقم. يا زنبورة شو وقت تقرصينه وتريحينه. هذا المسكم شي، حتى لو خالته فاتت من يمه همينه يسكمها. يا خالة والله عندك حمالة، كون احملك بكوستر سكان علاوي بصرة، وكون اخلي الركاب يتناوبون عليك بالدور بنهاية الكوستر. شايف هالنهاية مال الكوستر، ويكون كلهم ما خاسلين صار لهم 6 شهور، ويكون عندهم اشعاعات من المنطقة الأبطية من الريحة. يا سخيف انقرض. هسه نيجي بعيدا عن تفاصيل المسكمشي، اكفيكات همين يسوون مسكمشية بالحدائق العامة او بباب البيت. ياخذ لك مثلا اخو الصغير او اخته الصغيرونة ويتمشون على اساس هو رومانسي حنون يحب الاطفال، وسبحان الله الطريق كله يدفر باخوه، امشي بس يشوف كومة بنات قبل يشيله ويحضنه، ولو ينطي له علك البوبي مالته لو يطلع له شويه حبات ويسوي لك حركه السلو موشن، يرز لك على البطيء. انا وياهم والزمن طويل وصابرين لكم. خلينا من الشقه والضحك هسه نجي للجد. يا مسكمشي انت يا اخي ما عندك خوات، ما عندك خالات، عمات، يعني تجي تسال المسكمشي
انت جاي تسوي مو بنات مو عرض مو شرف، يقول لك والله انا ما عندي اخت. يا اخي انت فاهم الفكرة غلط يا سخيف، فاهم الفكرة غلط. لما يقول لك عرضك ما يقول لك بس اختك، امك، خالتك، عمتك، بنات عماتك، مو بس اختك. يعني انا ما عندي اخت خلاص اروح على العالم. لا، ما يصير يا متخلف يا معوق ذهنيا. انت اطبق لك ركن عمود اطبقك من شعر خشمك. اعزائي المشاهدين، هسه وصلنا الى نهاية الحلقة. اتمنى تكون استمتعتوا بالمشاهدة، واتمنى تكون الاهانة وصلت يا وسخ. لا تنسون تشوفون حلقات الموسم الاول وتسوون لنا سبسكرايب. والله ما اعرف اليوتيوب دوخنا هنا. المهم دوروا عليه كلمه سبسكرايب، والصجومين راح يسووا لي ديسلايك 100%. ولا تنسون تزورونا على موقعنا الرسمي arabtvshow.com، وتحملون تطبيق الاندرويد على الجوالات، وتزورونا على صفحتنا على الفيسبوك.